ازاي تأسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة او ال LLC في امريكا وانت قاعد في البيت، وكمان تطلع ال EIN وعنوان الشركة اللي هو البيزنس ادريس يعني، والايتن اللي هتحتاجه قدام، وتخلص موضوع الضرايب وتعمل موضوع الحساب البنكي اللي هتستقبل عليه فلوسك من العملاء. والحاجة التانية ازاي تحل مشكلة الباي بال او سترايب لما يطلب منك رقم الايتن، او لو انت محتاجه في شغلك على امازون ازاي تحصل عليه من البيت. خليك معايا. السلام عليكم. فيديو دسم جدا بنتكلم فيه عن مشكله من الاثنين. اول واحده، لو بتحاول تاسس الشركه بتاعتك في امريكا وبتواجه اي صعوبه في الخطوات بتاعتها، من اول بقى اوراق التاسيس بتاعت الشركه نفسها، الاي اي ان اللي انت لازم محتاجه عشان تعمل الشركه، مرورا بقى بالضرايب وبعنوان الشركه او البيزنس ادريس، لحد في الاخر البنك اكونت او الحساب البنكي اللي هتستقبل عليه الفلوس اللي الناس بتدفعها لك في البيزنس بتاعك. كل خطوه من دول بصرف النظر ان هي صعبه وفي حاجات بين السطور بتبقى اصعب، انت لازم يبقى عندك خبره تختار حاجات معينه توفر عليك فلوس قدام، زي مثلا الولايه اللي هتختار فيها الشركه بتاعتك هتفرق معاك جدا في الضرايب، ممكن توفر عليك مئات الدولارات كل سنه باختيارك الصح للولايه. المشكله الثانيه ودي تخص الايتن او رقم معرف ضريبي امريكي، ده بيطلب منك في رقم او في حساب بيبال بتاعك الامريكي، وكذلك بيطلب في حساب سترايب بتاعك لو ليك بيزنس هناك، فالناس بتدفع بالفيزا خلال سترايب، كذلك وانت بتسجل على امازون كبائع يعني لازم هيطلب منك الايتن دوت. وحاجه كمان زياده، انت لو شغال في البرنت اون ديماند اللي هو امازون ميرش او امازون كي دي بي، بيقتطع منك نسبه كبيره جدا من الضرايب لو ما ضفتش الرقم دوت. فالفيديو دوت انا جاي اكلمك بسرعه عن اسهل واريح طريقه تقدر تخلص بيها كل المشاكل او الخطوات اللي هتقابلك وانت بتاسس شركتك في امريكا، او وانت بتحاول تحصل على رقم الايتم بتاعك من البيت. مش هتحتاج تطلع بره البيت ولا تروح سفاره ولا تروح اي بص وانت قاعد من البيت ملك. بص يا صديقي، علشان تعمل شركتك في امريكا هنعدي على الخطوات كلها بسرعه، واقول لك اللي تقدر انت تعمله واللي مش هتقدر تعمله وهيبقى فيه مشاكل وازاي ننجزه بسرعه. اول خطوه معاك وطبعا بديهيه جدا وانت في الغالب عملتها، انك تختار اسم للشركه بتاعتك. اللي انا عاوزك تاخد بالك منه، بعد ما بتختار الاسم لازم تدخل تبص على الدومين بتاع الاسم دوت موجود ولا لا، يعني في موقع موجود بنفس الاسم ولا لا، فتاكد ان الدومين متاح تقدر تشتريه وتعمل الدومين باسم شركتك، علشان بعدين ما يبقاش الشركه باسم والدومين باسم يبقى شكلها مش حلو. دي مواقع تقدر تعمل عليها سيرش عن الاسماء بتاعه الدومينز يعني متاحه ولا لا، وتشوف لو الاسم اللي انت اخترته متاح انت لسه هتشتريه ولا في حد سبقك واخده بالفعل. تاني خطوه معاك وهي انك تختار الولايه اللي هتاسس فيها الشركه بتاعتك. في 3 ولايات مشهورين جدا الناس اللي بتاسس شركات من بره امريكا بتختارهم علشان موضوع الضرايب يبقى يا اما قليل يا اما شبه معدوم. احسن واحده فيهم هي نيو مكسيكو، دي الضرايب السنويه بتاعتها زيرو، يعني مش تحتاج تدفع فيها ضرايب. وبكده عدينا الجزء السهل ونيجي بقى للجزء الصعب اللي انا اصلا جاي اريحك منه. بص يا سيدي، دول خطوتين بتعملهم في 5 ثواني وانت قاعد، مش محتاجين حاجه ان انت تختار الاسم، او ده هتاخد منك وقت الصراحه عشان تطلع باسم كويس، وان انت تختار الولايه، وانا قلت لك اختار نيو مكسيكو علشان الضرايب هناك صفر. الخطوه اللي بعد كده، انت المفروض يبقى عندك ريجسترد ايجنت او حد مسجل هناك موجود في الولايه يقدر يبعت الاوراق الرسميه بدلا منك. انت ممكن تعمل دوت لو انت موجود هناك في الولايه وتقدر تمشي بقى في كل الحاجات الورقيه والحكوميه والحاجات دي، بس اغلب الناس بتريح دماغها وبتروح لايجنت هم واثقين فيه ومسجل وتمام، وهو بيخلص لهم كل الشغل. وده اللي انا اقترحه لك في اخر الفيديو، وكمان في هديه حلوه مني ليك بخصوص الايجنت دوت. يعني الخطوه اللي بعد كده طبعا ان انت تطلع الاي اي ان، ودوت زي بطاقه الرقم الضريبي عندنا في مصر اللي هو بطاقتك يعني، بس للشركه بتاعتك اللي تخص الضرايب، يعني ده معرف الضرايب اللي يخص الشركه بتاعتك. الحاجه اللي بعد كده ودي ضروريه مفيش فيها كلام، ان انت يبقى في بيزنس ادريس، في عنوان للشركه بتاعتك موجود وقائم بالفعل هناك في امريكا. والخطوه اللي بعد كده وهي الاوبريتنج اجريمنت، دي ممكن ما تكونش مطلوبه في كل الولايات، بس الاحسن ان هي تبقى موجوده عندك علشان دي بتبين الملكيه والاداره للشركه والدنيا ماشيه ازاي. بعد كده بقى يجي الجزء المفضل وهو حسابك البنكي في امريكا، اللي الناس المفروض هتبعت لك عليه الفلوس مقابل الخدمه او المنتج اللي الشركه بتاعتك بتقدمه. بعد كده بيجي الجزء الثقيل على قلب اي شركه وهو الضرايب، وده بيتكلم عن كل الضرايب المتعلقه بالشركه بتاعتك. قبل ما اقول لك بقى ازاي تنجز الخطوات دي كلها من البيت، عايز الفت نظرك ان الجزء او الخطوه بتاعه البنك اكونت او حسابك البنكي هتحتاج فيه حاجه اسمها الايتن او رقم معرف ضريبي للافراد، اللي هو الجزء الثاني من الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه، علشان ما ينفعش تفتح حسابك البنكي هناك، او لو هتستقبل الفلوس على باي بال او سترايب او اي حاجه لازم يبقى معاك الايتن. فتعال اعرفك دوت عباره عن ايه، وبعدين نبدا بالشغل العملي، اقول لك انا ازاي بقى حليت كل المشاكل ديت مع بعض من مكان واحد ومن غير وجع دماغ. الايتن ده يا صديقي بيبقى عباره عن معرف ضريبي للافراد، وده حاجه كده زي بطاقه الرقم القومي عندنا في مصر او البطاقه القوميه او الوطنيه عندك في بلدك. يعني لو انت مواطن امريكي بيبقى اسمها SSN، ولو انت مواطن مش امريكي بس بتعمل شغل او بيزنس في امريكا لازم يبقى معاك رقم بدل SSN دوت وهو الايتن. طيب هتحتاج الايتن دوت في ايه؟
بص يا سيدي، اول حاجه في الغالب الناس هتدفع الفلوس مقابل الخدمه او المنتج بتاعك عن طريق الباي بال او الفيزا بتاعتها من سترايب. الباي بال هيطلب منك الايتم دوت في مرحله معينه لازم كده يطلبها، ولو هيدفعوا بالفيزا بيبقى عن طريق اكونت سترايب، ودوت برضه هيطلب منك الايتم في مرحله ما او في الغالب في البدايه كمان. لو انت مسجل على امازون كبائع يعني واف بي اي والجو دوت كده لازم تحط الايتم بتاعك، او لو انت شغال على البرنت اون ديماند في امازون اللي هو امازون ميرش، في نسبه كده بيقتطعوها منك. لو ضفت الايتم النسبه دي هتقل جدا ويبقى انت اولى بالفلوس دي. برضه نفس الوضع لو شغال على امازون كي دي بي، في نسبه بيقتطعوها منك لو ما ضفتش الرقم. في بعض الحالات لو بتكسب من فيسبوك بيطلب منك الايتم دوت لو شغلك مرتبط بامريكا اكتر. طيب ازاي بقى تحل موضوع الايتم دوت او تاسس شركتك من البيت وانت قاعد من غير ما تتكبد عناء كل الخطوات دي؟ وهنا بقى بيجي دور ذا ايتن، وكيل رسمي معتمد موجود في امريكا بيخلص لك كل الخطوات اللي انت محتاجها علشان تاسس الشركه بتاعتك، علشان تفتح البنك اكونت، علشان تظبط موضوع الضرايب، كل حاجه. والاهم من دوت ان هو بيساعدك تطلع الايتم بتاعك وانت قاعد في البيت. تعالى اوريك الحساب والاوردرات اللي انا عاملها معاهم. بص يا سيدي، ده الحساب بتاعي عندهم. انا دخلت على موقع الشركه وطلبت 3 اوردرات. اول حاجه وهي يو اس كومباني زي الاي اي ان، شركه موجوده في امريكا. ثاني اوردر كان الايتن ابلكيشن علشان محتاج الايتن، وده اوردر اختياري ممكن تحتاجه او لا، وهو شريحه موبايل امريكيه تتشحن لك لحد عندك هنا في مصر يعني. ادي صوره الاكونت وادي محمود سعد وادي الفلوس اللي معايا دلوقتي في الاكونت. بص يا سيدي، قبل ما نبدا اي حاجه تعالى نجيب الموضوع من الاول ونعمل اوردر من جديد. تدخل على الموقع ذا ايتن اللي هو اول لينك تحت عندك في الديسكربشن. اول حاجه هتلاقي قدامك هو الايتن ابلكيشن، ده السعر بتاعه وهقول لك ازاي تنزله شويه قدام. وللعلم ده ارخص سعر موجود على النت كله في موضوع الايتن دوت. بيجي لك معاه استشاره بخصوص البنك اكونت او حسابك البنكي، ولو عندك مشكله في سترايب او باي بال، ومكالمه مجانيه لمده 30 دقيقه مع اي حد فيهم. والموضوع كله بالكامل اونلاين، مش هتحتاج تطلع من البيت. بيقول لك تحت ان انت مش هتتفاجئ باي خصومات او نسب او اي طلبات تانية بالنسبه للفلوس، يعني هو الرقم دوت بس اللي بتدفعه وهنخفضه قدام مع بعض. ده كله للايتن. طب لو عايز برضو تاسس شركتك في امريكا اللي هو ال سي وتطلع معاها الاي اي ان وكمان بيزنس ادريس، بتزود على الاوردر بتاعك $298. هتعلم على دي هنا وتيجي في الولايه وتختار نيو مكسيكو. لو لاحظت هيقول لك ان انت كده بتنزل $150، وده اكبر خصم هتلاقيه وسط كل دولت. غيرها هينزلك 100 بس وهينزلك 65، دي هتزود عليك 290. طبعا ده خراب بيوت. هتختار نيو مكسيكو وانت مغمض. الباقه دي بتوفر لك الاسينشال دوكيومنتس، يعني كل الاوراق اللازمه، والاي اي ان طبعا، والبيزنس ادريس وكل حاجه. هتنزل تحت. لو مش محتاج موضوع السيم كارد او الشريحه الامريكيه ديت سيبك منه، كذلك دي خدمه زياده لو محتاجها بس اختارها، مش محتاجها خلاص. فبتلاقي الاوردر دلوقتي $646. تيجي من هنا وتكتب محمود سعد، تعمل ابلاي كوبون. هتلاقي فوق بيقول لك ان الكوبون اتطبق. ننزل تحت هتلاقي بيقول لك الايتن ابلكيشن موجود ومعاه الشركه في امريكا والاي اي ان والبيزنس ادريس، والتوتال دلوقتي $646 وفي $50 خصم من الكوبون اللي احنا طبقناه اللي هو بتاعي تحت محمود سعد. يبقى التوتال دلوقتي $596. المفروض بتطلع فوق بتكمل البيانات ديت، حاجات بسيطه زي الاسم بتاعك الاول والثاني، كومباني نيم ممكن تكتبه ممكن لا، البلد بتاعتك، كلها بيانات بسيطه. بس اهم حاجه الايميل بتاعك هنا تكتبه وتركز فيه عشان هيبعت لك عليه حاجات مهمه، وفي الغالب هتتابع معاهم الاخبار اول باول بدل ما تدخل تفتح الموقع كل شويه يعني. بعدين تنزل تحت تدفع هنا وبتعمل بليس اوردر علشان يحولك بقى على الداشبورد بتاعتك اللي بتتابع منها كل حاجه. لو جينا على الاوردر الاخير بتاع الشركه والاي اي ان، بتدوس ستارت اوردر، بتلاقي بيانات كلها بسيطه بتكملها للاخر وبعدين بتعمل نيكست. نفترض ان انت في اي خطوه من دول والدنيا واقفه معاك ومش عارف تعمل ايه، بمنتهى البساطه بتيجي على الموقع اللي فات اللي هو الموقع من بره يعني، وبتفتح الشات من هنا. دول موجودين 24 ساعه بيردوا على اي حاجه انت تسال فيها. لو عايزه يمشي معاك خطوه بخطوه، دي شغلته اصلا يعني. انت دافع له فلوس علشان يكمل لك كل حرف في الاوردرات دي، وانت قاعد كده باشا في البيت بيخلص لك موضوع الشركه والاي اي ان والايتن كمان، وهيتابع معاك للاخر طبعا. طب نفترض انا عاوز موضوع الشركه بس مش عايز الايتن دوت، بتجي له هنا في الشات وبتقول له لو سمحت انا معايا الايتن بالفعل ومحتاج اخلص بس او اعمل شركه موجوده في امريكا، فبيكمل لك الاوردر عادي. نعمل الاوبشن دوت مش موجود دلوقتي بس هم يضيفوه قدام، وممكن لو كلمت الدعم يعملوا لك مخصوص. بص انا مش محتاج اقنعك بالشركه كتير لان احنا عملنا عنهم فيديو قبل كده موجود في القناه، وناس كتيره جدا اتكلمت مع الشركه واتعاملت معاها بالفعل وخلصت لهم الشغل بتاعهم. فمن ناحيه الثقه هم مضمونين ما تقلقش. انا اصلا عامل معاهم كوبون كود عشان اخفف الموضوع عنك شويه. لو حصل معاك اي مشكله تقدر تكلمهم في الدعم، ولو اتاخروا عليك ابعت لنا على الانستجرام وان شاء الله نحل المشكله مع بعض. بس نادر لما حد بيكلمني في مشكله بخصوص ذا ايتن، فما تقلقش يعني الشركه مضمونه، وكمان هم اقل اسعار موجودين على النت بخصوص الايتن او الاي اي ان او ان انت تعمل شركتك في امريكا. بس كده يا صديقي، ده كان فيديو بعيد شويه عن محتوى القناه صحيح، بس هو مهم جدا ومطلوب لان كذا حد بعت لي ازاي يخفض ضرائب برنت اون ديماند وامازون سيلر اكونت والحاجات دي. السلام عليكم.